نرحب بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا في الأسبوع الماضي انطلق المعرض الجماعي للفن التشكيلي في مركز الخدمة الاجتماعية بالقطيف. عدد كبير من فناني وفنانات المنطقة الشرقية اللائي ساهمنا في هذا المعرض، عفوا في ملتقى الفنون بسيهات. ايوه ظاهر من كثرة المعارض فاحنا بدأنا ندمج، لكن هو ملتقى الفنون بسيهات. طبعا هذا الملتقى جميلة جدا فكرته، أن خصص يعني كل فترة من هذا الملتقى خصصت لفن معين من الفنون التشكيلية، الفن التشكيلي والنحت والخط وما إلى ذلك. سنتحدث بتفاصيل أكثر مع الفنانة التشكيلية مهدية الطالب، والتي كان لها مساهمة كبيرة في هذا الملتقى. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. صباحنا ثقافي جميل فني رائع جدا، شكرا على هذه اللوحات الجميلة يعني الرائعة اللي لونت يعني الاستوديو معنا. صباح الخير، صباح الفل. أنا سعيدة جدا بهالصباح هذا. الله يحييك، ربي يسعدك يا رب. الله يخليكي. يعني أنا يعني لفتت نظري هذه الكتيبات أو الكتب اللي خاصة بمهدية الطالب، وللحقيقة اعذريني أنا أول مرة يعني أطلع على هذه الكتب الخاصة بك وبمعارضك وأعمالك الفنية المختلفة. يعني هذه المطبوعات الخاصة بالمعارض اللي ساهمتي بها؟ المعارض الشخصية. أول معرض عملته في هذا المعرض الشخصي، أول معرض قبل سنتين في ربيع الأول. المعرض الثاني دروب وجد، هذا كان عملته في معرض في مركز أبو رمانة بسوريا دمشق، عنده هو نفسه. المعرض الثالث كان إلى محطتين، المحطة الأولى في إتلي جدة، سلام شرقي، سلام شرقي إلى الغربية. نعم. والمحطة الثانية طبعا في القطيف في مركز الخدمة الاجتماعية. جميل جدا. يعني مرافقة المعرض بكتاب خاص فكرة رائدة أيضا، هذه الفكرة يعني للتعريف أكثر للمتلقي عن ما يحوي هذا المعرض. صحيح؟ نعم. يتهيأ لي أنه المعرض لابد من توثيقه في كتيب. الكتيب هذا يعرف الفنان عند العامة، وطبعا لما احنا نكون في زيارات في سفر في اماكن بنحمل معانا هالكتيبات هذه كأنه بطاقة تعريفية فينا احنا. في كثير من الناس لا يهتموا يعني عفوا يعني لا يهتموا بموضوع هذه الكتيبات او حتى الاقتناء هذه الكتيبات، ولكن هي كما ذكرتي انها باعتبار توثيق للشخص ولما قام به من نجاح، كالكاتب يعني عندما يعني يجمع كتب ما كتب سواء من قصص او من روايات او حتى الشاعر من قصائد، فانتم تجمعوا ما قمتم به من اعمال فنيه جميله. طيب نتحدث عن ملتقى الفنون بسيهات. هذا الملتقى فكرة جميلة أن يعني يخصص على فترات معينة وكل فترة تعنى بفن من الفنون. حدثينا عن هذا الموضوع. طبعا ملتقى سيهات الفكرة قائمة وكانوا يفكروا فيها العام الماضي، وهالسنة أتاحت لهم الفرصة لتنفيذها على أرض الواقع. كان طبعا هو لمدة شهر 4 أسابيع. أول أسبوع كان التصوير، وكان في معرض تصوير، وكان في تكريم إلى مصور رائد له مهدي حبيل الله يرحمه. المعرض الثاني كان فن التشكيلي، طبعا فيه احتوى كثير من البرامج خلال هالأسابيع هذه. الأسبوع الثالث هو مخصص بالنحت. أقمت فيه ورشة تدريبية دربت فيها 14 فتاة في فن الطينة أو فن النحت على الطينة. كنت سعيدة جدا معاهم، وكانوا هم بالفعل يعني سعداء. وبتعرفي طبيعة الطينة بتمتص كل الطاقات السلبية عند ما نعمل فيها، فتكون الصفاء النفسي رائع بعد الانتهاء يعني إخراج كل ما في الداخل. نعم. هذا أحد الأعمال صحيح؟ يعني نشوف لو سمحت هذا العمل أحد المنحوتات وتحدثينا عن هذا العمل. هذا طبعا هاي حجرة شفتها على الطريق، فكانت طبعا
فيها عوامل التعرية واضحة، غير نظيفة، أخذته في البيت ونظفته ومن ثم نحتها الشكل هذا اللي بشكل الطائر. كأني شايفة في طير، صح؟ طائر حمامة هذا النحت أنت اللي قمتي فيه. أي نعم، أي جميل. طبعا هذه طبيعة الحجر فيها تعرقات طبيعية، يعني أنا ما دخلت فيها أدنى لون، ما دخلت فيها اللون الطبيعي. اللون الطبيعي لها. طبعا لها وجهتين الحجر هذه، حجر من الخلف الزخرفة الشعبية المتعارف عليها القطيفية اللي هي دوائر متداخلة مع بعضها بعض تشكل مثل زهرة دوار الشمس. يعني والله أنا نفسي أخذها وأحركها بس بعيدة. ثقيلة جدا. لكن في الحلقة القادمة نعرضها على الشكل الثاني. إن شاء الله. يعني إذا يعني لم تتدخلي عادة النحت، يعني هناك أدوات يعني تدخل بها لكي يعني تقوم بعمل المنحوتة بشكل معين، ولكن أنت ذكرتي أنها بشكلها الطبيعي، لكن عملية الطير منحوتة، يعني هي الشكل العام كان بهالشكل هذا، شكل نفس الحجرة نفسها. نفس الحجرة. بس بعدين أنا رسمت، أخذت الخطوات النحت، رسمت الطير، من ثم استعملت طبعا هني أدواتي ما استعملها أدوات الخاصة الأزاميل اليدوية، استعملت الآلات الكهربائية اللي هي الصاروخ والجراندر، هذه الأشياء. يعني عادة فن النحت يحتاج إلى قوة كبيرة جدا، وربما الرجال يعني يزاولوا هذه المهنة أكثر من السيدات. مهدية، ودخولك لهذا الفن لماذا؟ ومعروف عنك دائما تحب التحدي. يعني أحب التجريب جدا والبحث دائم. طبعا أول ما استعملت الصاروخ هذا كان زوجي أبو باسل يخوفني منه، فكان ليش؟ لا تشتغلي إلا لما أكون أنا موجودة، خايف عليك، بيعطيني طاقات يعني خوف. بعدين وفي الأخير شو أنا أبغى أشتغل. قلت له أبو باسل ما أبغاك قدامي، يا إنك تسكت تراقب يا لا تتكلم معي. بس هو حرام اليوم، يعني هو اللي جاي معك وأحضر الأعمال والأشياء. تصور يعني الآلة الصاروخ هذه خطيرة جدا، وهو يقول لي انتبهي. أنا أفزع أحيانا. يعني هو من قبل الحرص يعني. طبعا هو من قبل أنه يخاف علي طبعا وحريص على أنه طبعا ما هاي أدوات يعني خطرة نوعا. أي نعم. وطبعا هو مستغرب كيف. ولكن التحول من الفن التشكيلي إلى النحت مهدية، أنا ما تحولت، أنا لا زلت أمارس التشكيل والنحت. يعني أحس أنه النحت والتشكيل مثل أبناء التوائم، ما أقدر أفرق بينهم. اثنينهم أعطيهم نفس الاهتمام. ممكن أمر بمواسم هذه مثلا الموسم هذا ممكن نحت، خلاص نحت، أترك الفن التشكيلي. الموسم الثاني تشكيل، أتركه. مثلا الآن عندي تجربة لوحات صغيرة منمنمات قاربت على اكتمالها 100 لوحة صغير. فأتمنى تحتاج معرض، هذه تحتاج إلى معرض مثل ما تفضلتي. أنا سعيدة جدا من الأعمال الكبيرة إلى النحت، إلى الأعمال الصغيرة اللي ما تتجاوز إطارها الخارجي 15 إلى 10 سنتي، يعني أعمال جدا صغيرة. يعني كون أنك أنت يعني هذا العمل كما ذكرتي من 10 إلى 15 سنتي يحتاج إلى دقة شديدة جدا، حتى في إبراز العمل، تفهم العمل، تفاصيل العمل، دقة اللون. يعني كيف هذا التحول؟ يعني طبعا بالمائيات وخامات وورق الذهب استعملته في هالتجربة هذه. إن شاء الله تكون في ما نسميه معرض، ممكن معيرض في معرض. إن شاء الله نشوف معرض. نتحدث عن هذه الأعمال الجميلة، ولعلي يعني وجدت أن اللون الأحمر القاني تقريبا أو الأورانج يعني يغلب، كأنك تماشي خطوط الموضة في هذا الموسم، هذا اللون على فكرة. طبعا ممكن انه الفنان يميل من وقت الى او اخر الى الوان معينه. في هالفتره هذه او خلال سنتين انا اكثر شيء ميلي الى اللون البرتقالي المحمر والى اللون الاحمر. ممكن حاسه نفسي اني في قمه العطاء، في قمه التوهج، فحابه الالوان الناريه
لتبرز عطائي أكثر وأكثر. مهدية تميزت دائما يعني منذ البدايات عندما كنا نشهد معارضك، تميزتي بالأعمال اللوحات الكبيرة. لما؟ هل باعتقادك مثلا مثل هذه اللوحات والأعمال يعني تفهم أكثر من المتلقي، توضح الفكرة أكثر مثلا بالنسبة لنا، مع العلم أنك الآن تحولتي إلى الصغيرة. يعني دائما العكس، يعني بيبدأوا بالصغيرة وبعدين يكبروا، أنت بدأتي في الكبر وترجعي للصغيرة. ما بدري، دائما يسألون هالسؤال هذا. أحس أنه إجابة بسيطة جدا، أنا لا أستطيع التنفس إلا من خلال لوحة ترضيني أولا في حجمها. لما الواحد يكون عنده طاقات، الطاقات هذه كيف يصرفها إلا في عمل كبير. أما أن يكون طاقة عنده وما يصرفها، مثل تماما المثقف اللي بيقرأ يقرأ يقرأ كثير وما يخرج ثقافته للآخر، فبينزوي على نفسه، بيكون شنو بيتقوقع على نفسه. صح؟ صحيح. بين فترة طبعا أنا عندي أعمال كبيرة، لكن أيضا تميزتي بالبورتريه مهدية، تميزتي برسوماتك البورتريه أكثر، صحيح؟ أي نعم. وهذا الملاحظ أيضا على المنحوتات، أيضا مجسمات الوجوه والأشكال. لما يعني هذا التحديد؟ اهتمامي أنا في موضوع المرأة أحسها أنه في هذا الزمان وفي الأزامن الماضية هي مظلومة، فلا بد ان احنا نسلط الضوء عليها، نبرزها. كوني ان انا امرأة فانا اقدر على التعبير عن المرأة. هل مثلا تعبيرات وجه المرأة في البورتريه يعني تكون واضحة أكثر للمتلقي من تعبيرات وجه الرجل؟ ممكن أكثر التفاعل يتفاعل فيها المشاهد بوجه، يتأثر بها أكثر، يتأثر فيها أكثر، ربما لأن يعني مثلا وجه المرأة فيه تعابير أكثر مثلا، تعتقدي؟ المرأة في كل مجالاتنا، يعني ما نقدر ننكر إحنا دور المرأة وتأثرنا بالمرأة، يعني حتى الرجل ما يقدر ينكر هالدور هذا. المرأة هي بالنسبة إلى أمه، أخته، زوجته، أخته، طبعا ابنته. فهل يعني أحس أن أعتقد أن المرأة هي كبيرة في عطائها وإن كانت خلف الستار. نعود إلى موضوع النحت والدورة التي أقمتها، والآن يعني في مرسمك أيضا تقومي بالتدريب سواء كان على الفن أو حتى على النحت. يعني يعني أين تجدي الإقبال أكثر، على الفن التشكيلي أم على النحت بالنسبة للفتيات؟ بالنسبة للفتيات الرسم، الوجوه أكثر رسم، كرسم أكثر من النحت. أكثر ربما يعتقدوا أنه صعب النحت بالنسبة لهم. هو طبعا أصعب من التشكيل، يعني كل فنان، كل رسام أو كل نحات هو رسام، ولكن ليس بالضرورة كل رسام نحات. جميل جدا. في الأسبوع الماضي كان معنا الفنان التشكيلي الأستاذ المخضرم المعروف محمد مصلي، أيضا هو فنان تشكيلي ونحات في نفس الوقت. يعني هل أنت يعني سرتي على نفس النهج؟ قد تكون تجربتي في النحت أقدم من تجربة محمد المصلي، كون أن المحمد المصلي لكن هو بدأ من أكثر من 25 سنة، يعني عرض لنا منحوتة. المنحوتة ولكن لم تعرض في المعارض. تجربتي الفنية في النحت أو عروضاتي كانت من سنة 99، كنت من الأوائل من النساء، يعني أنا لا أصارع الرجال في هذا، من النساء. عندما شاهدنا لك أول عمل وتفاجأنا به، كان 4 أعمال. من ثم يعني أنا توقعت أنه أحصل اصطدام مع الجمهور، اصطدام مع الناس، بس حسيت أنه هالتجربة هذه المتواضعة اللي عرضت الأعمال بدون حتى أسس فن النحت لاقت استحسان كثير من الناس. هذا دفع ربما لأنه شيء جديد مثلا للمرأة.